يعني انت راجل ربنا كرمك، اول كورتين لباتشوكا ضيعوهم في ضربات الجزاء، فتقوم مدخل كهربا اللي ما شاطش ضربات جزاء من سنة 90، كهربا اللي في اوسخ فورمة في حياته، كهربا اللي ما بيلعبش، كهربا اللي مش جايب فورمة، كهربا اللي مش عامل، كهربا اللي مش مسوي، وكهربا اللي يتحط اخر واحد يشوط ضربة جزاء اصلا. والواحد مستغرب مش حتى من ان انت حطيت كهربا ان هو يشوط ضربة الجزاء الرابعة، الواحد مستغرب ازاي اسامه ابو علي اصلا انت بتطلعه في الدقيقه حاجه و70. يعني هو الراجل عمل ايه؟ ده الراجل الكره اللي اداها لطاهر ولا كهربا ولا 100 من اشباه كهربا كانوا هيعملوا كره زي دي لطاهر. يعني انت بتطلعه في الدقيقه حاجه و70 على انهي اساس؟ كهربا بيخش يشوط رابع كوره، انت ربنا كرمك وهم ضيعوا كورتين، اول كورتين تقوم مدخل كهربا عشان يشوط ضربة جزاء؟ يا عم هو من امتى كهربا بيشوط ضربة جزاء؟ يا عم النهارده بص على القهوة، على اي قهوة، بص على القهاوي، اول ما كهربا كان داخل يشوط الناس كلها متشائمة والناس كلها عارفة ان كهربا هيضيع. انت متخيل يعني ايه؟ المشجعين كلهم بلا استثناء النهارده القهاوي اول ما كهربا دخل الناس كلها اتشقمت، الناس كلها حطت ايديها على دماغها، الناس كلها عارفه ان كهربا هيضيع. انت اللي مش عارف. طب ازاي الماتش بعد ما كان في ايدك انت اللي ضيعته؟ بالامانه كولر النهارده اتفزلك فزلكه غريبه جدا في الماتش، تبديلات غريبه جدا مش مفهومه، وكله كوم، والناس اللي داخله تشوط ضربات الجزاء ده كوم تاني. فزلكه الواحد مش فاهمها ومش قادر يفهم هي ليه اصلا الفزلكه دي. لكن في الاول وفي الاخر الاهلي يستحق ان هو يخسر، والاهلي يستحق ان هو يخسر من قبل السيزون، بما انك انت ما رضيتش ان انت اصلا تعمل صفقات. وما تقوليش صفقات دفاعيه، انت كده كده كنت محتاج اصلا لعيبه من الدفاع من سنتين ثلاثه، من موسمين ثلاثه انت كنت محتاج ان انت تجيب صفقات في الدفاع. فمش دي الصفقات. النهارده انت وانت قاعد كده بتفكر طب هو مين يا جدعان اللي هينزل من على الدكه؟ معلش في الكلمه مفيش حد يستاهل ينزل من على الدكه. يعني اللعيبه اللي قاعده على الدكه يعني باستثناء واحد زي عمرو السوليه ده مثلا، بس مين اللي هينزل يعمل فرق؟ يعني مفيش لاعب موجود على الدكه تقول ان هو كان هينزل يعمل فرق. يعني الواحد مش عارف الصفقات الهجوميه واللعيبه الهجوميه عندك، حتى رضا سليم انت مقعده دكه ما فكرتش ان انت تنزله، يعني ما عندكش ثقه فيه، ما انتش عايزه. ف بداية من الموسم لما الإدارة قررت إن هي ما تعملش صفقات وتخش بنفس اللعيبة، خسرت السوبر الأفريقي. النهاردة أنت بتخسر، ولسه اللي جاي أحسن، ولسه اللي جاي أكتر وخساير أكتر. لو أنت ما اتحركتش في يناير وبوريني اللعيبة اللي تعرف تجيبها في يناير هتكون عاملة إزاي، ده إذا عرفت تجيب لعيبة في يناير.